السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم، واي حاجة ان شاء الله اقدمها لكم تنول اعجابكم حبايب قلبي. هنعمل مع بعض النهاردة شوية فراخ مشوية بطريقة سهلة جدا، وهنشوف المكونات بتاعة التتبيلة بتاعتنا. بس اول حاجة هنعملها بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. تعالي بقى نشوف التتبيلة بتاعتنا الجميلة. بصلاية كبيرة كده متقطعة قطع صغيرة، وعليها قرن فلفل كبير كده برضو متقطع قطع صغيرة، وكمان 6 7 فصوص 10 من التوم كده حبايب قلبي. ومعايا بقى ايه التوابل بتاعتنا برضو، اي توابل عندك في البيت ما شرطتش يعني حبايب قلبي. معايا كده ربع كوباية من الزيت، من الخل سوري، وكوباية صغيرة كده من الزيت. هنضيف بقى الحاجات بتاعتنا ديت حبايب قلبي في قلب الخلاط كده. ده البصل والفلفل عليه، وكمان اضيف المكونات والثوم طبعا بنزل بيه برضو عليه كده تقريبا كده، مش بالعدد يعني ايه 10 فصوص من الثوم. دي كوباية مية حبايب قلبي عشان تمشي معانا الخلاط، كوباية صغيرة كده مش كبيرة ولا حاجة. وضفت الثوم، وبعدين الخل بتاعنا معلقتين كبار كده مليانين، يعني ربع كوباية صغيرة كده. وكوباية من الزيت صغيرة برضو بتطري معانا الفراخ وبتخليها بسم الله ما شاء الله بتلمع كده وحلوة اوي. معايا كده نص معلقة من الشطة، هريسة الشطة اللي انا عيناها في التلاجة حبايب قلبي، بس ما كترتش طبعا علشان ما تكونش حامية معايا اوي. معلقة كبيرة كده حبايب قلبي من دبس الرمان، بتفرق طبعا في المشاوي. وكمان معلقة من الصويا صوص، وكمان حبايب قلبي معلقة من المستردة كبيرة كده. بسم الله ما شاء الله المكونات سهلة جدا وجميلة جدا، بتخليلك الفراخ بتاعتك بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى للتكاية الجميلة الخرافة اللي بتخلي معاكي طعم التتبيلة بتاعتك وريحتها كمان تحفة ما شاء الله. نص برتقانية كده بتفرق معاكي الخلطة ديت خالص ما شاء الله. طبعا احنا في الشتاء طبعا وخير كتير، والبرتقال موجود في كل بيوت الايام ديت. هاتي بقى نص برتقانية كده وقطعها بقشرها، وبص بقى على الفراخ مغسولة جدا كويس قوي، وكمان مقطعة كده يعني ايه عامله لها شرايح كده. الخلطة بتاعتنا تدخل في قلبها من جوه، وتخلي اللحمة بتاعتنا تاخد كده من الخلطة ما شاء الله. وكمان ضفت الأجنحة والرجلين، مرمتش حاجة طبعا. وعدي ورايا يا زوزو، رجلين كتير اهي مش رجلين 2 بس. تمام. انزل بقى بالخلطة بتاعتي، وبعدين احط عليها التوابل زي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله. اي توابل عندك حبايب قلبي، ما شرطتش طبعا يعني الموجود عندك في البيت ضيفيه، ما تعتمديش على توابل مخصصة. بس يستحسن طبعا لو عندك التوابل بتاعه الفراخ المشوية حطي منها شوية، ما عندكيش خلاص ما شاء الله بتكون تحفة وجميلة. والبهارات طبعا موجودة في البيوت، فلفل اسمر وكمون وكزبرة وحبة يعني ايه مثلا خدي. عندي انا خلطة كده عاملاها اسمها دقة، بنسميها الدقة، ملح على بهارات مخصصة كده للدقة ديت، بتكون جميلة وتحفة اوي. غطيت بقى بالتتبيلة بتاعتنا الفراخ كده زي ما انتوا شايفين كده، وبقلبها كويس في بعضها. طبعا الفراخ بتاعتنا ديت مغسولة كويس جدا جدا، اهم حاجة طبعا حبايب قلبي واتكلمنا عليها قبل كده في اللحوم عامة، يعني ان النظافة اهم حاجة، وغسيل الحاجة ديت بتكون يعني هي اللي بتفرق في طعم اللحوم. تمام. الخلطة بتاعتك زي ما انت شفتي بقى كده، الفراخ اديت لها تقليبة كده، بس انما ايه تقليبة تمام يعني عشان تشرب كده من التتبيلة بتاعتي. في الوقت دوت بقى بغطيها بستريتش وبحطها في التلاجة. تمام. انا كنت عاملاها قبلها بيوم يستحسن طبعا عشان تشرب براحتها كده من التتبيلة وتشرب من طعمها ويكون طعمها جميل. لو مش حابة ان انت تبيتيها ومستعجلة بقى حطيها ساعة او ساعتين في التتبيلة ديت وبعدين اشويها على طول. طلعت بقى حبايب قلبي تاني يوم كده الفراخ بتاعتنا من التلاجة، لقيتها ريحة الخلطة بتاعتنا جميلة وتحفة جبارة ما شاء الله. اعمل بقى حبايب قلبي كده معانا شوية تومية شوية مايونيز، سميها زي ما تسميها، بس بجد تحفة وجميلة جدا.
وما بتختلفش كتير على فكرة. طعم المطاعم بالظبط ولون المطاعم وسمك المطاعم، بسم الله ما شاء الله. مطعم ايه والله بجد، شوية تومية جمال جمال تحفة ما شاء الله، اكنهم حاف كده ما شاء الله. هاتي بقى حبايب قلبي على الحلة ديت، حطيتها كده على النار وفي قلبها كوبايتين من المية وعليهم 3 4 معالق كده من النشا، وقلبيهم كويس كده النشا تدوب، وبعدين علي النار عليها بقى تستوي براحتها كده، وانت ايدك طبعا فيها باستمرار عشان ما تعملش الكلاكيع معاكي. استوت خلاص النشا معايا وسبته يبرد خالص كده على جنب. المكونات الباقية بتاعتها بقى يكون ايه، ربع كوباية كده من الزيت، يعني بعدد كده 5 معالق من الزيت ومعلقتين كبار من الخل، وعليهم كوباية صغيرة كده من الحليب. لو مش حابة تضيفي حليب ما تضيفيش حليب، ضيفي زبادية. لو مش حابة كمان تضيفي زبادية بلاشها خالص. معانا المكونات بقى التانية، يعني ايه، عليهم كده نص معلقة من الملح، وعليهم 5 فصوص من الثوم، وعليهم عصرة ليمونة بسيطة كده، يعني نص ليمونية كده بعصرها عليهم. وفي الخلاط بقى الحاجة الأساسية بتاعتنا طبعا كمان تضاف عليهم اللي هو النشا. تمام، بعد ما سقعت وبردت خالص كده زي ما انتوا شايفين، ضفت كل المكونات ديت على بعضها في الخلاط، وبعدين فرمتها فرمة جميلة كده ناعمة. بصراحة السمك بتاعها طلع ممتاز ومحتاجش معايا. لو حسيتي ان هو تقيل او حاجة ضيفي مية، ضيفي حليب زي ما تحبي. بصوا بقى على لون الطومية بتاعتنا وسمكها جميل جدا. على فكرة كمان كل ما تضاف في التلاجة هتتقل معاكي شوية، بس ده بسم الله ما شاء الله اللون تحفة، وكمان يعني كريمي بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة وطعمها جميل جدا. جربوا حبايب قلب الوصفة ديت والحاجات الجميلة ديت، بسم الله ما شاء الله بتفتح نفسنا على الأكل، وبتفتح كمان نفس الأطفال على الأكل. تعالي هنا بقى حبايب قلبي، هات الفراخ بتاعتك كده، دي صينية كده على النار، وضفت في قلبها يعني ربع كوباية من الزيت كده أو 5 معالق من الزيت تقريبا كده، وحطيتها على نار عالية على النار كده. تمام، بدلها بقى ايه حمار كده كده، يعني لون ذهبي كده. وبعدين بقلبها، هوريلكم اللون اللي احنا عايزينه ومحتاجينه، يعني حاجة كده جميلة. بعرفك بس حبيبة قلبي، لو حابة ان انت عايزة تعمليها على البوتاجاز هتعمليها وهتاخد معاكي لون جميل وهتستوى وهتكون بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. الله على الجمال بسم الله ما شاء الله. شفتوا بقى اللون وشفتوا بقى السمانة كمان اللي هي صردت من الفرخة بتاعتنا، والتتبيلة كفاية ريحتها وهي طالعة كده. الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بوريكم طبعا ان انتوا لو حابين تعملوها يعني على النار كده من فوق. تمام. انا بقى هحطها يعني في الفرن تستوى براحتها كده. يعني ما حبيت ان انا هقلبها تاني طبعا على الوش التاني، لان انا عايزة الصدر يكون تحت يستوي معاكي بسرعة اكتر، وما هتضيفي فيها مية ولا هتضيفي فيها اي حاجة. بصوا بقى هوريلكم الصوص والمية اللي فيها ديت والسمانة اللي نازلة منها ديت هي اللي هتسويها. تمام، على نار هادية برضو كده، هتهدي النار اهو. كل ما هتستوى طبعا هتنزل معاكي صوص من ده، يعني العرق بتاع الفرخة هينزل فيها كده. واخدت منك تقريبا ساعة، لان الفراخ طبعا البيضة ما بتاخدش سوا كتير، ساعة في الفرن كده على نار هادية، وخدت الطعم والشكل الجميل ده بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفة كده. بصوا بقى على التومية بتاعتنا، وهاتي بقى عيش وحبة كاتشب وشوية شيبسي ودلعي الأولاد، ومن البيت خير ما شاء الله ما خدش مننا حاجة. حبة سلطة جمال زي ما انتوا شايفين كده. مخلل عندك من البيت عاملاه انا. الفراخ بتاعتك الجميلة التحفة. بصوا تعالوا نشوف بقى اللحمة بتاعتنا لونها جميل جدا وطعمها اروع بسم الله ما شاء الله. ده الصدر، عايزة اوريكي بس ان الصدر كمان يعني دايب خالص اهو مستوي. بجد تحفة
وطريقة سهلة جدا، مش هتحتاجي فحم ولا دخان ولا، يعني الصراحة حاجة كده من الآخر فاخر ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا يا حبايب قلبي، في حفظ الرحمن، واسيبكم في رعاية الله وأمنه.